السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير مجددا في عز الحدث، أحد برامج قناة عز اللي نسلط فيه الضوء على الأحداث المستقبلية. المرة هذه بنسلط الضوء على حدث للأسبوع القادم اللي بتكون إن شاء الله الأندية السعودية بتبدأ حراكها الآسيوي، خصوصا نادي الهلال اللي بنتكلم عنه اليوم، اللي راح تكون إن شاء الله انطلاقته في دوري أبطال آسيا في مسقط بعد أن اختار بيروزي الإيراني اللي هو النادي الآخر. مسقط كأرض محايدة. لمزيد من التفاصيل ونشوف استعدادات الجمهور الهلالي اللي أثبت جدارته السنة الماضية في مباراة الهلال وتراكتور اللي زف الهلال فيه للأدوار المتقدمة، وأصبح الجمهور الهلالي في عمان حديث الأوساط الرياضية عندنا بشكل عام. ينضم إلي اليوم الأستاذ قيس بعمر رئيس مجلس جمهور الهلال بسلطنة عمان. مساك الله بالخير أخوي قيس. مساكم الله بالنور والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نشكر الإدارة الهلالية على اختيارها مسقط أرضا محايدة لها مبارياتها الآسيوية. من ناحية الاستعداد قمنا بعمل كبير وجبار لعل وعسى يتناسب مع قيمة الحدث ومقام الزعيم الهلالي من استقبال البعثة وتنظيم الجماهير الهلالية وتواجد الرابطة وتهيئ أجواء إيجابية تساهم في إخراج كل طاقات اللاعبين الإيجابية. وقمنا بحملات إعلامية في وسائل التواصل الاجتماعي ولله الحمد هناك تفاعل مميز من قبل الجماهير العمانية الهلالية، فكيف لا ونحن نتحدث عن زعامة هلالية آسيوية تتوسع محبتها في كل أنحاء العالم. ونحن في عمان سعادتنا لا توصف بأن تستقبل العاصمة العامرة مسقط مباريات الزعيم الهلالي. وكما تعلمون ما حدث بالأمس القريب من تميز المدرج الهلالي العماني في الموسم الماضي، والذي أعطى دلالة ومعنى عميق إن الهلال حاضر في كل مكان بجمهور يتغنى بمحبته. وفي الأخير نتمنى من الله العلي القدير أن نوفق في تقديم صورة حضارية تليق بتاريخ الهلال، وإن كان ذلك من الصعوبة تحقيقه، لأن تاريخ الهلال شامل وكامل ومقبل بإقدام لاعبيه وذهب كل البطولات في داخل وخارج الحبيبة المملكة العربية السعودية. كما نشكر إدارة الأمير نواف بن سعد يعني على اختيارهم مسقط أرضا محايدة لهم. أنا والله ما أدري، أعتقد أخوي قيس أعتقد أن هذا يعني اختيار مسقط كأرض محايدة تم من قبل الفريق الآخر، فريق بيروزي الإيراني، وهذا بإذن الله بتعالى بيكون اختيار خاطئ بالنسبة لهم، لأن لكم تجربة جميلة جدا مع الهلال السنة الماضية. نعم، بيروزي الإيراني اختار ولله الحمد، اختار عمان. أخطأوا أعتقد في اختيارهم ولا؟ والإدارة الهلالية بعد نفس الشيء اختارت عمان. ولله الحمد، يعني هذا تشريف، أكبر تشريف لنا. لا، نتكلم بيروزي الإيراني اختار مسقط، وهو الظاهر ما تابع مع عملية الجماهير العمانية السنة الماضية. أعتقد لو شافوا اللي حصل السنة الماضية ما اختاروا عمان. ما سمعك. أقول العفو، لو أنهم شافوا ايش اللي حصل السنة الماضية. ايوه، ترى هم حاولوا حضور يتفادوا الجماهير الهلالية في عمان، ما أعتقد أنهم كانوا بيختارون عمان أبدا. صحيح، هم حاولوا يتفادوا يعني ان المباراه تكون في مسقط، هم اختاروا ماليزيا. ولكن كان الخيار الاخير بالنسبه لهم يعني من الاتحاد الاسيوي انهم اختاروا مسقط. ونعم الاختيار. ولكن الهلال حاضر في كل مكان، ليس في السلطنه وبس، في كل انحاء العالم توجد شعبيه الهلال طاغيه في كل مكان. طيب اخوي قيس، لو بتسمح لي، اسعار التذاكر اللي تكلموا عنها كثير، اسعار التذاكر اللي مرتفعه تبي تكون في المباراه، برايك هل ممكن تؤثر على حضور الجماهير الاسبوع الجاي؟ لا ان شاء الله ماشي، راح يعيقنا ان شاء الله، ونحن يعني فداء للزعيم بالمال والروح. الله عليك. لا يعني يا بخت الهلاليين في جمهورهم في عمان. والله الهلاليين ما شاء الله في كل مكان، ولكن في عمان هذه هي دار عشاقه هنا. يعني الله الهلال مهما كان يعني ما يغلبنا اي شيء باذن الله في حب الهلال وعشق الهلال. يعني ما يهمنا تذاكر ما تذاكر، الامور ان شاء الله مسيطرين عليها باذن الله. مهما حاولوا. هذا المتوقع من اهل عمان، انتم اهل كرم، ومساندتكم لفريق سعودي في محفل دولي، هذا شيء ابدا غير مستغرب عليكم. كان معي اليوم الاستاذ قيس عبد الله. واجب علينا، وهذا اكبر تشريف طلت الزعيم علينا في عمان. الله يطول عمرك. يعني ان شاء الله فرحتنا صراحه، فرحتنا يعني بتواجد الهلال بيننا، يعني الحمد لله سعاده عظيمه وفضل من الله. الله يعطيك العافية أستاذ قيس، شكرا جزيلا أولا لقبولك الدعوة وتصريحك لنا اليوم، ونتمنى إن شاء الله تعالى أنكم تحتفلون مع الهلال في عمان بالفوز الأسبوع القادم.
راح نزف الهلال الى الكاس ان شاء الله باذن الله باذن تعالى. الله السابعه هذا السنه ان شاء الله باذن الله. باذن الله تعالى. ونحن مع الهلال في كل مكان وفي اي ارض، ليس في عمان وبس، في كل مكان نحن متواجدين باذن الله. شكرا جزيلا. كان معي اليوم الاستاذ قيس عبد الله باعمر رئيس مجلس جمهور الهلال في سلطنه عمان. يعطيك الف عافيه اخوي قيس. حب اهل عمان للهلال يعني امر فعلا يعني يدعو فعلا نشكرهم. هو شعب عمان عودنا على هذا الموضوع وله جديد في مساندته مع اي فريق سعودي. نتمنى التوفيق لجميع الأندية السعودية في محفلها الآسيوي. هذا موضوعنا اليوم في عز الحدث. نلتقي إن شاء الله تعالى في أحداث قادمة. تمسون على خير.